يعني الشوط الثاني كنتوا ضاغطين بقوه، شو بتحكي لنا بشكل عام عن المباراة؟ يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الحمد لله عن نهايات انه حسنا نحصل على 3 نقط. هذا الاهم بالنسبه لنا بهالمرحله هاي. نحن بحاجه لفوز، متعطشين للفوز، وخاصه اللعبه بين جمهورنا وعلى ارضنا لازم نستغلها احسن استغلال. فريق الكويت ما كان فريق سهل، كان عنده المرتدات صعبه للغايه، وخاصه بالشوط الاول صحت له اكثر من فرصه للتسجيل. صحيح كنا نحن مسيطرين على المباراه بالشوط الاول، ولكن فرصنا كانت قليله ومحدوده على الكثافه العدديه اللي كانت بالنسبه للكويتي، وخاصه المساحات ما سمحوا لنا نوصل على الجول، وما كان في فرص مباشره على الجول. اما الشوط الثاني نحن حسنا نصبغ المباراه او الشوط الثاني صبغه سوريه بحته. طبعا كان هناك يعني بعض الهفات او الهبات الساخنه، ولكن ما كانت مؤثره هالتاثير الكبير. نحن كنا فينا نعزز الجول بالجول ثاني وثالث، وكنا ارتحنا وجيرنا المباراه، ولكن نقول الحمد لله حسنا نحصل على 3 نقاط في النهايه، وهذا الاهم بالنسبه لنا في المرحله هاي. طيب شكرا كابتن، شكرا كثير لك. طبعا اعزائي المشاهدين، الاخوان في المجلس، كانت مباراة قوية خرج فيها الفريق المنتخب السوري بنتيجة مهمة جدا له، خصوصا مع الكابتن محمد قويد الذي يستلم المنتخب لأول مرة بشكل فعلي. نجاح كبير للكابتن محمد قويد وللمنتخب السوري بشكل عام. 3 نقاط ثمينة، مباراة قوية، مباراة ممتعة، خصوصا مع الجماهير التي ملأت ملعب العباسيين، استاد العباسيين منذ الساعة الواحدة. المباراة الساعة 8، ومنذ الساعة الواحدة والجماهير تتوافد إلى هنا إلى استاد العباسيين. إذا كانت مباراة قوية، مباراة مهمة لسوريا، خرجت بها سوريا بنقاط ثمينة، وأثبت الكابتن محمد قويد جدارته في إدارة دفة المنتخب.